وقفة أخيرة. بعد 4 أيام، بعد 5 أيام نستقبل أيام هي خير أيام الدنيا، هي خير أيام الدنيا. بدليل، اتصور لما النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أصحابه يقول لهم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام 10. مهما تسوي من أعمال ما في أيام تقارن بهذه الأيام. طبعا الصحابة أكبر شيء يرونه الجهاد. تخيل يخرج فلا يدري يعود بنفسه أم لا، ترمل زوجته ويتم أبناؤه، فلسان حاله: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. كل أمواله أخذها وخرج بنفسه فقتل وسلب ماله. هذا عمل أفضل من اللي يعمل في هذا. لكن غيره، واحد جاهد، قاعد يجاهد 6 شهور لكنه رجع، اللي عمل في الأيام هذه أفضل منه بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا جماعة لازم نستشعر شوية، الله يريد بنا اليسر، الله يريد لنا الجنة. قبل شهرين رمضان، والآن يكرمنا الله بهذه الأيام، 10 أيام تعمل فيها أفضل من أيام الدنيا كلها. اللي بيحج هنيئا له، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. تخيل هذه الكرامة. والحجاج في عرفة حينما يقفون يباهي الله بهم الملائكة: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي هؤلاء أتوني شعثا غبرا ماذا يريدون؟ قالوا: يا ربي يريدون رحمتك ويريدون جنتك. فيقول: هل رأوها؟ فيقولون: لا يا رب ما رأوها. قال: كيف لو رأوها؟ قالت الملائكة: لتقطعوا شوقا إليها. تقول الملائكة، أو يقول الله: ومما يستجيرون ومما يخافون؟ تقول الملائكة: يا رب يخافون من عذابك ومن نارك. قال: وهل رأوا ناري؟ فتقول الملائكة: لا يا ربي ما رأوها، وكيف لو رأوها؟ لتقطعوا هربا وفرارا منها. ثم يأتي الخطاب العظيم: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فيعود هذا الحاج بفضل من الله ونعمة كيوم ولدته أمه. وأما من لم يتيسر له الحج فعنده هذه الأيام يصومها ويذكر الله فيها ويتعبد ويتنسك ويكبر ويحمد الله ويتصدق ويصل رحمه، فيفوز بفضل هذه الأيام التي لا يعمل أحد في غيرها من الأيام أي عمل فيوازي هذا العمل في تلك الأيام. 9 أيام، اليوم 10 عيد. أما نصبر على أنفسنا وعلى شهواتنا؟ أما تستحق هذه الأيام أن نعد لها العدة؟ أما تستحق هذه الأيام أن نستعد لها من الآن؟ خير أيام الدنيا لما أقسم الله: والفجر وليال 10، قال الجمهور
أنها 10 ذي الحجة، ما أقسم الله بها إلا وهي عظيمة. فأوصي نفسي وإياكم والله أن نستغل هذه الأيام بقدر ما نستطيع. أيام معدودة، أيام قلال، والله يوم يومين. شهر رمضان وهو شهر كامل ما شعرنا به إلا وقالوا بكرة عيد، صح ولا لا؟ ولا أنا الحالي كلنا؟ طيب ما بالك 9 أيام، مش 29 يوم ولا 30 يوم، 9 أيام، 9 ساعات على قولك، 9 ساعات والله تمر كالدقائق والساعات. لكن من اللي يغبن؟ من اللي يغبن يا حبايب قلبي؟ اللي ليلة العيد يتذكر أنه ما سوى شيء، اللي ليلة العيد ينظر إيش عنده عمل، ما عنده شيء، هو قبل 10 ذي الحجة هو بعد 10 ذي الحجة، هذا المغبون. لكن ما ينفع بعدين يقول يا ليت والسنة الجاية إن شاء الله ربي. الله منحك هذه الفرصة. كم من أناس كانوا معنا وتمنوا أن لو أدركوا هذه 10، تمنوا أن يدركوا هذه 10 وما أدركوها. اصطفاني الله سبحانه وتعالى وإياك في هذه 10. ربما والله لا ندخل الجنة إلا بأعمالنا في هذه 10. يدري الإنسان وش اللي قبل؟ ما يدري. لكن ربما لا يدخلنا الجنة إلا عملنا في هذه الأيام. فأسأل الله جل في علاه أن يصلح فساد قلوبنا، أسأله جل في علاه أن يطلق عنان أنفسنا لكل عمل فيه خير، وأسأله جل في علاه أن يحررنا من الشياطين، وأسأله جل في علاه أن ييسر لنا الخير أينما كان، وأسأله جل في علاه أن يجعل هذا المجلس شاهدا لنا يوم أن نقف بين يديه سبحانه وتعالى، وأن يجعل هذا الجمع في الفردوس الأعلى من الجنة، وأن لا يجعل لأحد منا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا وقضاها له، وأن لا يجعل لأحد منا هما إلا وفرجه، ولا كربا إلا ونفسه، ولا دينا إلا وقضاه، ولا مبتلا إلا وعافاه، ولا مريضا إلا وشفاه، ولا ميتا إلا ورحمه، ولا غائبا إلا ورده، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا وقضاها لنا عاجلا غير آجلا. تم الكلام وربنا المحمود وله المكارم والعلا والجود، ثم الصلاة على النبي محمد ما ناح قمري وأورق عود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.